ضمن منطقة شمال وشرق سوريا كان لها تجربة، خاصة إنه المرأة يعني هالثورة اللي قامت في شمال وشرق سوريا كانت ثورة يعني ابتدت على المرأة وسميت بثورة المرأة. فمن خلال هالثورة يعني كان في اقتصاد كومونالي خاص بالمرأة، والمرأة من خلال هالاقتصاد يعني قامت بعدة تدابير واتخذت كثير من الأمور، وكمان بنفس الوقت يعني رجعت للنظام الأمومي القديم. يعني المرأة يعني كان لها دور عبر التاريخ القديم، ويعني المرأة بنفس الوقت عم تحاول ترجع اقتصادها اللي الرجل حاول يقضي عليه عبر هالتاريخ. بس المرأة ضمن ثورة روجافا عم تحاول تستعيد يعني تاريخها اللي أسسته وبنت عليه. يعني مثل ما عم نلاحظ إنه نحن بالشمال شرق سوريا عم نمر بأزمة اقتصادية، يعني هالأزمة يعني عم يكون لها تأثير كبير على المرأة، بس بنفس الوقت المرأة قدرت تتخطى هالشي من خلال التمكن من بناء اقتصاد كومونالي خاص بالمرأة، من خلال افتتاح الجمعيات اللي عم يتم تفعيلها ضمن الكومينات. لأنه بالحقيقة أول ما ابتدينا بتفعيل لجان اقتصاد ضمن الكومينات يعني كانت الفكرة بعيدة كليا عن المجتمع، بعدين المجتمع تقبل هالشي من خلال يعني تفعيل لجان ضمن الاقتصاد، تعرف المجتمع بشكل عام على نظام الجمعيات الكوبراتيفية. يعني هالشي كان له دور مهم بحركة المرأة وتطوير اقتصاد المرأة، وبنفس الوقت يعني المرأة يعني صار عندها اقتصاد أو نقدر نقول إنه اكتفاء ذاتي، يعني صارت بعيدة كليا عن الرجل، يعني ما عاد الرجل يقدر يتحكم فيها. يعني المرأة صارت هي المعيلة لبيتها لأولادها. من خلال ال10 سنوات اللي مرت فيها المرأة ضمن هالثورة، إنه المرأة حاولت قدر إمكانها تطور من حالها، سواء ضمن المشاريع سواء في المجال السياسي العسكري. يعني بنلاحظ إنه المرأة صارت هي ريادية بكل المجالات. يعني بنفس الوقت إنه المرأة قدرت تتخلص من نظام العبودية، يعني الرجل كان عم يتحكم بالمرأة، يعني كان عم يسلب كل حقوق المرأة. يعني هلا بعد ما صار اقتصاد خاص بالمرأة عم نلاحظ إنه المرأة عم تسعى دائما لتحقيق نجاح أكبر من النجاحات اللي هي حققتها ضمن ثورة روجافا. بنفس الوقت يعني المرأة يعني هلا يعني من خلال هالمشاريع اللي نحن عم نفتتحها عم نلاحظ انه المرأة عم تطور نفسها. يعني المرأة قدر يعني بالرغم من انه كان في ظلم عم مسيطر على واقع المرأة اللي هي عم تعيشه، بس هلا عم نلاحظ انه المرأة بعد ما صارت عضوة ضمن جمعيات اقتصاد المرأة صارت عم تطور نفسها، صارت عم تطمح لتوسيع مشاريعها. يعني هلا في عنا جمعيات تابعة لاقتصاد المرأة عم يحاولوا يطوروا من نفسهم ويفتتحوا جمعية ثانية غير الجمعية اللي هن فيهم. يعني نحن بنفس الوقت كان لنا هدف من افتتاح الجمعيات هو القضاء على الفقر بشكل عام، وانه المرأة تتمكن من انه يكون عندها اكتفاء ذاتي، ما تمد ايدها للرجل. نلاحظ انه المرأة الأرملة او المرأة المطلقة ضمن مجتمعنا انه هاي المرأة ما لها وجود، يعني ما كانوا يعتبروها انه هاي المرأة انسانة، هاي مطلقة او هاي ارملة، هاي خلص حياتها لازم تضل بالبيت مكرستها لهالولاد، او اذا حتى ما كان في اولاد لازم تضل هي بالبيت. لا، بعد ما صار في عنا اقتصاد مرأة وتفعيل جمعيات يعني لاحظنا انه حتى الارامل والمطلقات كان لهم دور بهالجمعيات. يعني هلا في عنا 3 جمعيات، في من ضمن هالجمعيات 2 أرامل. لو بدنا نرجع على أساس المرأة والمرأة شلون بلشت بنت حالها وبنت هالعالم حواليها، بدنا نرجع للمجتمع الطبيعي 5000 سنة. أول ما بلشت الحياة على وجه الأرض طبعا المرأة هي بلشت الأساس، هي المرأة مثل هي اللي اخترعت الأدوية، هي كانت تساعد الرجل بأنها تدير كلان، أنها تدير مجموعة قبيلة وشيء. ومع الزمن يعني هي طورت حالها وطورت المجتمع اللي حواليها. بعد كل انكسار طبعا المرأة ترجع أقوى من قبل. نحن كمجتمع شرقي طبعا دائما السلطة الذكورية بنظل مركزة عليه، عكس يعني الدول الأوروبية والدول الغربية عندهم حياتها الشاركية أكثر ودور المرأة فعال أكثر. بس احنا طبعا بعد فلسفة القائد وبعد كتبه يعني المرأة تطورت أكثر من قديم. دائما إذا الأسرة إدارة المرأة بها صح تطلع مجتمع ناجح.
ساعتين هالأسرة لو ما المرأة تديرها صح، يعني الرجل صعب عليه إدارة أسرة وبيت وأطفال. ولو بالحياة تشاركية، الحياة ندية بين الرجل والمرأة، طبعا الرجل لازم يعني يحترم قرار المرأة، يحترم وجودها، يحترم قراراتها، يعني طالب أهم شيء الاحترام والتفاهم بين الجنسين مشان الحياة تستمر وتكون أحسن. هالحروب وهالصراعات اللي قاعدة تصير طبعا كلها بإدارة الرجل، بسبب الذهنية الذكورية قاعدة تصير هالحروب والصراعات، والمرأة مثلا يعني لما يعني تريد تنهي هالشيء او تريد تشارك بانهاء هالشيء، يعني قصتها ما قاعد ينسمع وقرارها ما قاعد يتنفذ. يعني احنا يعني مرأة لازم تشارك، يعني لازم ياخذون رأيها شوي، لازم يكون الدور فعال، يعني لازم تكون مكان صنع القرار، يعني لازم لما تقول كلامها لازم على الأقل شيء ياخذونه بعين الاعتبار ويتنفذ شوي منه. لو ياخذون برأي المرأة او يعززون دورها اكثر بالمجتمع، ما كان صارت الصراعات هاي كلها وهالتشرد هذا وقتل الاطفال وتشرد النساء وطلع، يعني هالشيء هذا ما كان صار كله. لو المرأة كانت ريادية او كانت قيادية واخذوا بدورها بشكل فعال، ما كان صار كل هالشيء هذا. يعني اتمنى يعني انه القدام انه المرأة هي تدير العالم، لانه المرأة يعني لو ادارت العالم كان ما صارت هالابادات هاي كلها وهالقتل والتشريد. يعني أنا أتمنى إن القدام هي تكون الريادية والإدارية لهالمجتمعات ولهالعالم هذا. لو يعني كل نساء العالم تضامنوا واجتمعوا وصاروا إيد واحدة، طبعا كل هالنزاعات راح تخف إن شاء الله، وراح نقضي على كل هالنزاعات اللي قاعدة تصير وكل هالتشرد وإن شاء الله كل المشاكل راح تنحل لو المرأة مسكت إيد بعضها، راح تقدر تنتج، تصير عضو فعال، يعني تنهي كل هالصراعات وكل المشاكل إن شاء الله.